يا الله، السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم، ربي يحفظكم. طبعا موضوع اليوم تطوير الحمام والمواري الخاصة بالطير العراقي والخاصة بالطير الأجنبي. هسه احنا بغض النظر احنا ضد التكريس، يعني الطير العراقي يبقى نقي والأجنبي كذلك يبقى نقي، لكن بعض الأحيان تتطلب الأمور إضافة مواري من الطير الأجنبي للطير العراقي. راح تقول لي انت شلون تضيف او هذا. هسه هذا انا جبت مستوردات اقرب للطير كلون، اقرب الحمامي يعني من ناحيه اللون. ايش عندنا؟ عندنا هذا طير لاكه من الحمام المستورد، طيور قويه تتحمل كذلك درجات الحراره، بها ارتفاع قوي، بند قوي كلش قوي. فهاي الطيور شباب صراحة هو زوج وهو صغير. فايش طلع؟ الله شاهد، ما ادري، نسيت انه انا زرقت البيض مالته جوا الحمام مالته، فتفاجأت بالحمام، طلع عنده حمام رصاصي. هسه اشوفكم اياهم طبعا. فطلع عنده حمام رصاصي، اتفاجأت بيه، قلت هسه انا منين هذا الحمام؟ بس من راجعت حساباتي وعنده سجل مسجل بيه، راجعت البيض مالته محوله جو الطيارات، عنده زوج طيارات بنات تجربه، فمحول البيض. فالافضل احنا هسه راح نجرب وياكم، طبعا هذا اجى على اليمن على طيره، على هاي الطيره شباب، هاي الطيره اللي جوا، هاي البسود، ما شاء الله طلع لي رصاصيات كلش حلوات، طيور رصاصيه حلوه. من جيت للعيون الحمام مالتي بيدم قوي، نادر ان يطلع عيون بيض، فلقيت العيون بيض صراحه. فهو لحد الان ما كاشفات على الاماق، بس هو شنو؟ عيونه بيض. فراح نشوف هالطير هذا يا ترى. هسه الحمام مالتنا العراقي ما يتحمل ذيك الاجواء الصعبه، مثل ما يقول حراره الصيف والجو لاهب. لا، هسه اللاكه هذا من اطيره، انا اليوم فتحته وحده الصبح، هو وباكستانيه صغيره، ترك الباكستاني وضرب بند مو طبيعي. من نزل طبيعي. للعلم انا الحمام جاي اتركه 4 ايام 5، يلا اطيره 3 ايام 4 وارجع اطيره يوم واحد بسبب الدوام والانشغالات. ف هسه حاليا راح اشوفكم بنات هذا اللاكه. عندي بعد الاب هذا اللاكه الثاني، وعنده طيره لاكه كذلك. راح نجرب في التجربه احنا وياكم، نشوف ينطي قدره تحمل بالاجواء الصعبه، بالاجواء الصيفيه. خلي نشوف ان شاء الله. احنا ما بقى نشيل فرخات، بقى ان شاء الله اسبوع ويجهزن. على هذا الاساس راح نجرب ونشوف الحمام هذا. راح تجهز 3 فرخات من مالاتي او 4، وتجهز هذين الفرخات راح يبدأ ان شاء الله تخريج سوا، نخرجهن. بالاضافه اذا عندي وخالي فاني راح نخرجهن سوا، يصير 5 فرخات 6 فرخات نخرجهن احنا وياكم، وننزل لكم فد فقرات عليهن. هسه احنا اللاكه والطيور، انا حمامي بفضل الله يعني قوته معروفه، وانا اعرفها حمامي، يعني طيور طيبه شتائيا، يعني حمام ينطى اداء اكثر من رائع بالشتاء. للربيع لحد الربيع عنده حمام يطير نهار. عندي بال 11 انا مطير نهار، بال 11 شهر 11 او شهر العاشر منزل لكم اياه المقطع، يعني جو حار وطار عندي نهار بفضل الله. هسه خلي نشوف الفرخات شباب وياكم بنات هذا ونرجع لكم. رجعنا وياكم شباب. ذني فرخات اللاكه، طلعا ما شاء الله لاكات بامتياز، يعني ما بيهن اي ذره من الطيره ابدا نهائيا، يعني طلع اللاكات ما عليكم بالاحمر. هاي الفرخه اللي ياخذ، فهسه شويه قليل بيهن تقريص مال بايك، بس ما بيهن شيء يصير عندنا الفرخات. فان شاء الله باع المنقار باع الترتيب، يعني حمام لاكه هذا باعوا للشباب. هسه هذا ترى هذا شباب باع عيونهن، انا اشوفكم اياها من قريب. هاي عينه، ما اعرف اذا تبين عندكم او لا، مو سود شباب، لانه مو سود عيونه، يعني هسه ما جاي توضح بالكاميرا. اذا تلاحظون البياض اللي بيهن بياض بيهن، يعني مو اسود. فذني اللاكات شباب، هذا واحد وهذا الثاني، هذا الكبير.
باعوا هاي قرصة عنده بالعين بس ذني ما بيهن شيء. فهذا جدهن يصير، هذا جدهن الطير. فإن شاء الله راح نشوف ترتيب اللاكات على الحمام مالتي ونعطيكم الأخبار أول بأول. أكو فرق، أنا مجرد أضافة شنو نشيل منهن مثل ما يقول الإرهاق بالصيف. يعني الحمام يصير عنده إرهاق، هو العراق بصورة عامة يصير عنده إرهاق بالصيف، فنحاول نشيل هاي الميزة، نضيف ميزة تحمل الأجواء الصعبة. فعلى هذا الأساس شباب هذا الفيديو يخص تكريس اللاكات على طيوري. تحياتنا لكم شباب وربي يحفظكم. هذا مقطع قصير تعريفا بالحلال اللي جاي من الفرخات اللي عندنا. ربي يحفظكم شباب، في امان الله.